السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد مع بعض جولة كده في فروشات العتبة في شارع الرواعي بالتحديد، وبالتحديد يعني في فرشة الصياد المميزة طبعا. وكلنا عارفين ان فرشة الصياد بيبقى عليها شغل مميز جدا. بس قبل اي حاجة ما تنسوش دعوة حلوة منكم، عشان انا بجد يعني اكتئاب الشتاء عامل عمايله معايا، ومصوره لكم والله جولات وفيديوهات كتير. بس بجد ما عنديش استعداد خالص خالص من كتر الكسل والملل اللي انا فيه. ما عنديش استعداد انزل ولا اعمل مونتاج ولا اعمل اي حاجة. فادعولي دعوة حلوة من قلبكم تشجعوني بيها ان انا انزل لكم كل الفيديوهات باذن الله اللي انا مسجلاها. بصوا، عايزة افرجكم كده على حبة حاجات كده على فرشة الصياد. ما شاء الله حلوة جدا. سعر الحاجات اللي انا بفرجكم عليها دي كلها، سواء بقى سليبرات، صنادل، شوزات، اي حاجة، ب150 جنيه. بصوا عنده حاجات برضو كلاسيك حلوة قوي. والحاجات السواريه دي برضو كانت جميلة، يعني شكلها مميز. هي كعبها صعب بصراحة، الله يكون في عون اللي هيلبسها، بس كانت حلوة يعني. زي ما انتم شايفين برضو الفرش عليها شوزات، وعليها شباشب وسليبرات حلوة جدا، شيك جدا. طبعا احنا عارفين ان شغل الصياد ما شاء الله بيبقى مميز. انا بوريكم بس التشكيل اللي هو منزله يعني الفترة اللي فاتت دي. انا تقريبا مصورة الفيديو ده من 4 5 ايام يعني. يعني ما شاء الله عنده شغل حلو جدا حلو جدا. بصوا هوريكم دلوقتي برضو حاجات تانية. بصوا، هو احلى حاجة في فرشة الصياد ان هتلاقوا زي ما انتم شايفين، هتلاقوا عنده الكلاسيك اللي انا هوريها لكم دلوقتي ديت اهي. بصوا دي حلوة، يعني حاجة كده جميلة قوي، رقيقة قوي في نفسها كده. وعنده الشباشب، عنده حاجات كعب، وعنده حاجات فيلات، عنده بواط، عنده كل حاجة بصراحة هتحتاجوها هتبقى موجودة. بصوا ما شاء الله الشغل جميل قوي، وجلد طبعا انتوا عارفين ان شغل الصياد ما شاء الله حاجته حلوة قوي يعني. بواقي محلات طبعا، بس شغل نظيف يعني، مش شغل شعبي ولا حاجات وحشة. ومفيش حاجة فيها ديفو ولا أي حاجة. يعني 150 جنيه دي انت هتاخدي الحاجة جديدة بكيسها. وفي كل المقاسات، أو مفيش مقاسات بصراحة، مش عارفة يعني، مش عارفة إذا كان في الحاجات دي مقاسات ولا هي الحاجات اللي موجودة دي. بس تقريبا كده، لأن كان في ناس بيسألوه على مقاسات قال لهم لا، هو اللي موجود. بصوا دي برضو، دي تتلبس بقى على نيوفورم كده بتاع الناس اللي بيروحوا البنك، بيشتغلوا في البنك دول يلبسوها كده على اليونيفورم بتاعهم. هتبقى شيك قوي ما شاء الله. بصوا الشباشب اللي انا بوريها لكم دي كان في منها الوان كتير ومقاسات. الفرشه دي بقى فرشه بواط اطفال. يعني كل الفرشه، كل الحاجه اللي عليها، الفرشه دي كانت جنب الصيادة على طول برضو. كل الحاجه اللي عليها مقاسات اطفال. عنده تشكيل حلو قوي 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 من البواط. وبرضو كان سعرها 150 جنيه. سعرها حلو جدا بالنسبه للاسعار اللي الواحد بيشوفها غريبه قوي اليومين دول بصراحه. ربنا يعين كل واحد ويعيننا. بصوا، وفي الوان كتير يعني، هو ما كانش الاسود بس زي ما بوريكم كده، كان في يعني دي كانت على جراي. وكان الشغل اللي فيها هادي بصراحة، ما كانش اوفر يعني، هي الحتة اللي فيها دي وخلاص. ودي زي ما انتم شايفينها كده اسود، فيها زي برضو سلسلة كده من الجنب، حاجة بسيطة يعني. شغلها حلو ما شاء الله، جلد وقطيفة في نفس الوقت مع بعض. وفي حاجات جلد بس، وفي حاجات كانت شمواه بس. الشغل ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. اي حاجه من اللي انا بوريها لكم دي ب150 جنيه. وعنده كل مقاسات الاطفال يعني، زي ما انتم شايفين من البيبيهات هتلاقوا لحد تقريبا سن 5 سنين او 6 سنين. كل الحاجات دي برضو جديده، برضو 150 جنيه. الفرشه دي هتلاقوها جنب الصيادة على طول في شارع الرواعي. اللي ما يعرفش شارع الرواعي، شارع الرواعي ده هيبقى الباب الخلفي لمول صدناوي، الشارع اللي جنب مول صدناوي على طول. اول ما تطلعي من محطة المترو اسألي ألف مين هيقولك عليه يعني. الشارع هناك مشهور جدا ومعروف. بصوا الشوزات دي كانت حلوة قوي. كان في شوزات ولاد، وزي ما وريتها لكم شوزات بنات شكلها حلو جدا، وحاجات كيوت قوي جميلة قوي. بصراحة الفرشة دي عجبتني برضو، شغلها بالنسبة لشغل الأطفال اللي هناك كان شغلها حلو قوي قوي قوي. حاجات تحفة بجد ما شاء الله. وزي ما قلت لكم أهم حاجة طبعا أنا بجيب لكم فرشات والله شغلها مميز، وفي نفس الوقت برضو أسعارها كويسة.
يعني ما حاولتش، كان في فروشات برضو اسعارها عاليه برضو، انا صورتها مش هكدب عليكم، بس يعني حاولت ان انا ايه، اخلي لكم الفيديو لفروشات اسعارها مميزه وواحده، يعني اسعارها واحده، ما يبقاش اسعار عاليه واسعار يعني كويسه وكده. انا طالبه منكم طلب، يا ريت في الكومنتات لو وصلتوا معايا لحد الوقت دوت، اكتبوا لي في الكومنتات الجولات الجايه عايزين اصور لكم فين واصور لكم ايه، وشجعوني بدعوه حلوه، عشان يعني انا بجد والله يعني محتاجه ان انا اكمل على القناه، وربنا يكرمني ويوفقني. وفي نفس الوقت عندي اكتئاب صعب انا مش عارفه حله ايه، يعني والله الواحد كل يوم بقوم استعين بالله وابقى نفسي انزل لكم فيديو مصوره حاجات كتير، بس مش عارفه، يعني مش عارفه الحمد لله. بصوا الشوزات ديت بتاعت الاطفال حلوه قوي قوي، شكلها جميل قوي، انا بحب بصراحه حاجه الاطفال جدا، حاجه الاطفال دي بتشدني مع اني ما عنديش اطفال، بس حاجه الاطفال دي بتشدني جدا. الشنط اللي انا بوريها لكم دي والله والله بجد خامتها حلوه جدا جدا جدا، يعني بصراحه الفروشات اللي انا مصورها لكم المره دي كلها فروشات مميزه وحاجتها حلوه قوي، الجلد بتاعهم كان حلو قوي، وخامتهم روعه، وستايلاتهم جميلة جدا، وحاجات تناسب البنات وحاجات تناسب الستات ما شاء الله الكبيرة اللي بتشتغل بتنزل شغلها، حاجات تناسب بنات في الجامعة، كل حاجة هتلاقوها عند الفرشة دي. الفرشة دي بره شارع الرواعي مش جوه الشارع، الفرشة دي بره قدام بالظبط الجراج بتاع العتبة بالظبط. الفرشة دي كان كل حاجة عليها، أي شنطة برضو ب150 جنيه، تقريبا كل الفروشات كان سعرها موحد اللي أنا صورت عليها في اليوم دوت. بس والله بجد انا عايزه اقول لكم التصوير عشان الشمس كانت ضاربه في الفرشه، الشمس ظالمه الحاجه والتصوير ظالم الحاجه جدا جدا، الحاجه احلى واقيم من كده بكتير. يعني انا كان نفسي اجيب شنطه، بس والله العظيم من جمال كل الشنط انا كنت محتاره اجيب ايه، ما كنتش عارفه ارسي على حاجه معينه ان انا اجيبها. مش هكدب عليكم انا محتاجه اجيب شنطه كده بيضه حلوه، بس برضو والله ما عرفت اختار حاجه من كتر ما شاء الله عنده تشكيل حلو قوي، وفي الاخر مشيت وما جبتش حاجه، بس هجيب المره الجايه عشان نسيت بصراحه، اتلخمت في التصوير وكده ونسيت. قولي لي ايه رايكم في الحاجه اللي انا بوريها لكم المره دي، انا تقريبا الجوله دي مميزه قوي بالنسبه للحاجه اللي انا بعرضها لكم، والله حاجتها شغلها حلو قوي واسعارها كمان جميله. مش هفكركم تاني، ايه رايكم في الشنطه دي؟ ما شاء الله الشنطه دي كده للجامعه تبقى حلوه قوي، ولو برضو يعني بتخرجي مثلا معاكي طفل صغير عايزه تحطي حاجات للبيبي مثلا معاكي في الشنطه او حاجه، الشنطه دي برضو حلوه وحجمها حلو وخامتهم جميلة، يعني الشنط الوتر بروف دي كانت حلوة جدا، كان في منها أشكال والوان بقى مش قادرة أقول لكم، وكل الحاجة ب150 جنيه، أنا بصراحة استغربت من الأسعار، يعني سعر الشنط دي كان حلو قوي بالنسبة للخامة والجودة اللي فيها والموديلات جميلة جدا. الفرشة دي كانت في شارع الرواية، أنا كل فرشة بصورها لكم بقول لكم مكانها موجود فين، لأن الفروشات دي ثابتة يعني مش بتتنقل من مكان لمكان، الفروشات دي ثابتة هتلاقوها في مكانها ما بتتحركش يعني. الفرشة دي كان أي سليبر عليها ب55 جنيه، أشكال والوان زي ما انتوا شايفين، يعني في حاجات تناسب خروج، في حاجات تناسب عادي النزول العادي، يعني الحاجات اللي وشها مقفول دي بصراحة أنا كنت شايفة إن هي تناسب خروج كمان عادي، يعني ممكن أي حد يخرج بيها. الحاجات التانية بقى اللي مفتوحة دي يعني في ناس بتخرج بيها وفي ناس بتجيبها مثلا تنزل تجيب بيها طلبات سريعة حاجات زي كده، لكن دي طبعا الشباشب دي بتاعت الأطفال، السليبرات بتاعت الأطفال دي الشباشب دي كان أي شبشب على الفرشة دي ب25 جنيه. الفرشة دي كانت في وش مول صدناوي الناحية التانية على طول، يعني مش هتوصلي لشارع الرواعي ولا هتوصلي للجراج، في وش مول صدناوي على طول هتلاقي الفرشة دي موجودة، أي شبشب عليها كان ب25 جنيه. في فرشة تاني هوريها لكم دلوقتي برضو، كان عليها شباشب تاني حريمي، كان عليها تشكيل برضو حلو جدا برضو عجبني، اهو هي الفرشة اللي انا بصور لكم عليها دي، بس خلي بالكم الفرشة دي كان يعني ايه في حاجات كتير عليها فيها ديفوهات وحاجات متقشرة وحاجات فيها قطع كده، يعني مش اي حد ياخد باله منها، بس الأغلبية والشغل الأكتر بصراحة يعني كان حلو كان جديد ما كانش فيه أي حاجة، يعني كل الحاجات اللي أنا صورتها لكم كانت جديدة، لكن في حاجات كنت باخد بالي منها كده وبشوفها كانت بتبقى مقشرة شوية، مقطوعة قطع بسيطة، الحاجات دي أي حاجة فيهم ب110،
كان برضو عليها شوزات وسليبرات وجزم، كل حاجة هتلاقوها برضو موجودة. الفرشة دي كانت برضو في شارع الرباعي كده في أوله، يعني تالت فرشة أو رابع فرشة. لو وصلتوا معايا للنهاية ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.